انا قلت لك شوف الفضائح، انا مش نجيب الراجل نجيب وانا نقول ارواح فلسطينيين يتهموك بالفساد. اعطيني شيء، اعطيني ماذا مش فساد. لو في قضايا فساد بنقول مش مشكله، كلياتهم تجار في القضيه الفلسطينيه. ماذا قضايا ثانيه بعدين ان شاء الله، بعدين نفتح الله يفات ونتكلم في هذا الموضوع. يعني كيف يعني من بعد بنفتح الموضوع، اسمع مني، من بعد بطلع لك ابناء غزه اللي كان يتكلم معاهم، وانت بعدين بتحلل الموقف زي ما انت بدك اياه. احنا الان يا اخي العزيز المصدومين منه الرئيس عبد المجيد تبون الان مستغل القضيه الفلسطينيه حاطه في المحك. كل ما يتكلم الان في اي محفل دولي بيتكلم بقول لك قضيه فلسطين والصحراء الغربيه، قضيه فلسطين والصحراء، قضيه فلسطين والصحراء. ليش؟ لو سمحت ليش الان يعني ليش الان تخلط الان القضيتين في قضيه واحده؟ أنت كفلسطيني الآن هل تطلب من الرئيس عبد المجيد تبون يسكت ولا يتكلم عن فلسطين مرة أخرى؟ لا ما تكلمتش. احنا بدنا فعل. أنا بقول لك الآن طلعك معي في المنصة بقول لك احنا بدنا الفعل. أعطيني الفعل. في مجلس الأمن الذي نفعله الآن في مجلس الأمن طالبت بوقف إطلاق النار، ردوا على كلامك ما ردوش على كلامك بالمرة بصراحة. لم يسمعوا إلى العالم كله. هل تعلم بأنه نتنياهو الآن محكمة العدل منك أنت ما استفدتش منك بالمرة، يعني تكلمت ولا ما تكلمتش ما استفدتش منك بصراحة. نوع من انواع تنمية صوتك الان قدام الشعب الجزائري فقط. يا رجل هذه القرارات صادرة عن مجلس الامن، القرارات صادرة عن مجلس الامن، حتى في حال عدم تنفيذها فهي وين الدولة القوية والشكور افريقيا والدولة العظيمة والطسو سانك والسوان سانك والطائرات العابرات للقارات والصواريخ بعيدة الامد والسلاح الصيني والسلاح الروسي والسلاح الهندي والسلاح. وين يا ارحم عقلي يا ابو النيف الله يرضى عليك. اعترف انت الان قول احنا اعترف الان بأم لسانك. اعترف. لا انت انا طالب الان رئيس دولة الجزائر الاعتذار صراحة، لانه هذا بحط صوتش الان الاعتذار للدولة الفلسطينية. لازم يعتذر هو. لماذا يعتذر؟ لانك انت الان بدك حملة انتخابية حط فيها دماء الشهداء. حملة انتخابية حاط فيها دماء الشهداء. قلت لك الجانب الايراني، ايران اغتيل فيها اسماعيل هنية في داخلها إهانة كبيرة لإيران. إيران اللي عندها قوة عسكرية كبرى، أرادت أن ترد على العدوان. أنا أتكلم معك وأنت قاعد تتكلم في جهة أخرى، قليل من الاحترام. لا والله لا معاك والله، أنا هاي السماعة في ذاني سامعك كل كلمة تكلمتها. تفضل. خلينا نرحب بك. طبعا يا اخي العزيز اذا الان انا يعني اعذرني اذا كنت اتكلم مع شخص اخر، يعني في ناس مرات بيكونوا اصدقاء لنا يعني مع احترامي الشديد لك بيطرحوا اسئله زيك انت زي ما بتطرح اسئله بنجاوبهم عن طريق الاسئله في الشارع عادي ما فيش اي شيء. لا الهروب يعني الهروب ما بفيدك. انت بدك اسال عني البطل المناضل كادير، قول له عابد الفلسطيني بقول لك شوف طفاس. اول كلمه قال لي بدل ما يقول لي يا اخوي يا حبيبي يا فلسطيني قال لي عدو التيك توكي. اول كلمه قال لي يا كادير مش انت يعني. اذا الان بدك تتكلم انت الان تقول فلسطيني والله بيهاجم، انا ما بهاجم، انا بنقل الصوره الصحيحه 100%. انا بحب كل واحد الان يطلع معي في المنصه ينقل الصوره الحقيقيه بلسانه. انت الان بدك تحاول تلمع صوره الرئيس، هذا شيء بيرجع لك.